لعيبه عضت لعيبه، لجوان بالايد وضرب الدماغ ردت في صدره قتلته. بس استنى عشان مش دي كل الحدوته يا صاحبي، انا بكلمك على لحظات الكره خرجت فيها عن السيطره وخلتنا احنا كمان كجمهور مش مصدقين اللي عينينا شايفاه، ومواقف تخليك مش عارف تضحك ولا تخبط كف في كف وتقول خساره كاس العالم، ومواقف من كتر ما هي غريبه ما تبقاش عارف احنا في مسرحيه ولا في ماتش كوره. بس قبل ما اسمعك الحدوته كوبايه قهوتك اللذيذه وصلي على النبي واسمعني الكام دقيقه الجايين دول. هو انت فاكرني هندي؟ امال انت مين؟ والنعمه الطاهره هندي. ولو فاكر ان الهنود بيركنوا الفيل بره، تعال اوريك عملوا ايه في كاس العالم. سنه 50 يا معلم كاس العالم كان بيتلعب في البرازيل، والفيفا بعتت للمنتخبات اللي هتشارك، وكل المنتخبات يا معلم جهزت شنطها وركبت طياراتها ويلا على الصمبا. الا يا صاحبي اخواتنا الهنود حلفوا طلاق 3 ما هم راكبين على الفاله ولا رايحين الصمبا، ومسكوا هم والفيفا في خناق بعض، والسبب ان الاتحاد الهندي كان عايز اللعيبه بتاعته تلعب حافيين. والله زي ما بقول لك كده كانوا عايزين يلعبوا حافيين، والفيفا راحت قايله لهم يا جماعه اللي انتوا بتعملوه ده ما ينفعش، هو احنا بنلعب في دوره سعيد الحافي؟ قام الاتحاد الهندي يا اخويا راكب دماغه وراسه الف سيف، هلعب حافي يعني هلعب حافي، وبعثه الهند يا اخويا قامت مبطله الفيله بتوعها وقامت راكنه على جنب، والفيفا قالت لهم انا ما بتلويش دراعي، اللي عايز يلعب يلعب واللي مش عايز يلعب يخبط ظلمته في اكبر حيطه. تلعب ولا سلامكتين؟ بس في المستخبي منه كده الاتحاد الهندي كان عنده مشاكل ماديه واداريه، هو ده السبب الرئيسي اللي خلاه ما يسافرش، فاخترعوا الحجه بتاعت نلعب حافين دي عشان يحصل بينهم وبين الفيفا تاتش وما يسافروش. بس لو فاكر ان دي اغرب حاجه حصلت، لا استنى ده انت لسه مطول معايا حبتين. سنه 82 في كاس العالم اللي كان بيتلعب في اسبانيا وماتش بين الكويت وفرنسا، وطبعا انا مش محتاج اقول لك مين كسبان، فرنسا هبدا الكويت 3 وهوب جه الجون الرابع، بس لعيبه الكويت قالت لك احنا كنا واقفين وما بنلعبش، الحكم جري عليهم وقال لهم انتوا ما لعبتوش ليه؟ قالوا له اصل احنا سمعنا صفاره وافتكرناك انت اللي مصفر فوقفنا اللعب، والحكم يحلف لهم 100 يمين انه ولا صفر ولا وقف اللعب. وهنا رئيس الاتحاد الكويتي اتدخل، الشيخ فهد الاحمد قاعد في الماسوره يا معلم بياخد النسكافيه بتاعه وبيتفرج على الماتش، هوب ودنه جابت الحوار اللي دار في الملعب، قام نازل الملعب وهابد الحكم شلوت من اللي قلبك يحبه وقال له وربنا وربنا وربنا، طب وربنا كمان مره الجون ده ما هيتحسب. وهنا اتدخل مراقب الماتش، يا شيخ اهدى يا حاج اهدى، قال له ولا شيخ ولا حاج انا مش هكمل الماتش ده وهنسحب، والحكم قال لك لا ده شكل ايده تقيله الغوا يا عم الجون اللي هو عايزه، وفعلا اتلغى جون فرنسا الرابع، بس بعدها بشويه فرنسا جابت الرابع تاني. ولو انت فاكرني هتكلم عن المونديال ومش هجيب سيره الدنيا، لان اغرب حاجه حصلت في مونديال 90 هي كابتن احمد شوبير. ايه تقول الدم ده؟ واسلوب اللعب اللي كان بيلعب بيه الكابتن الجوهري اللي خلى العالم كله يحلف يمين عظيم ما هو مسافر المونديال تاني. وعندنا برضو اللقطه الغريبه بتاعت الحارس المجنون هيجيتا، وهيجيتا ده بقى كان 13 خالص. اللي معروف عن هيجيتا يا معلم انه بيعمل حاجات غريبه قوي في الماتش، يرقص واحد، يلعب كره بظهره، ياخد الكره على صدره. لكن في ماتش كولومبيا والكاميرون في كاس عالم 90 هيجيتا كان خارج يرقص مين؟ روجيه ميلا، وعمك روجيه ميلا قال له لا عيب ده انا مدقدق في الشغلانه، وقطع الكره منه وحطها جون، وراح رقص اشهر رقصه في تاريخ كاس العالم عند الكورنر. شرفتها يا كروديا. وبما اننا اتكلمنا عن كولومبيا، ففي كاس عالم 94 وفي ماتش بين كولومبيا وامريكا عمك اسكوبار بيحط جون في نفسه. لا مش ده منتج يا عمرو التاني، ايوه هو ده، بيحط جون في نفسه غلط يعني عادي، كرة متعرضه دخل حطها في نفسه، وكان السبب في خروج كولومبيا من كاس العالم. واندرياس اسكوبار كان فاكر ان الجمهور الكولومبي متحضر وهيستقبلوه في المطار بالورد، بس هم بدل ما يستقبلوه طخوه، 12 عيار جابوا اجله. بما اننا بنتكلم عن جنون الكرة اللاتينيه، فخليني اقول لك اللي سنه 2014 في ماتش بين الاوروجواي وايطاليا، ماتش حياه وموت، اللي يكسب هيكمل واللي هيخسر هيروح. في الدقيقه 79 عمك سواريز نط على كتف كليني كانه شاف حته لحمه حمر، وكليني خدها جري على الحكم وورى له كتفه وقال له اهو والمصحف عضدني انا ما كلمتوش، والحكم جاب سواريز عدته ليه يا ابني؟ قال له اصل ما كانش عامل سبسكرايب. لا انا علاء. وعلى فكره دي مش اغرب حاجه عملها سواريز، لان في مونديال 2010 في ماتش بين الاوروجواي وغانا في الاشواط الاضافيه غانا بتشوط واحده وبتعدي خط الجون، لكن عمك سواريز بيظهر وبيقول انا الجون يا جدعان، وبيشيل الكره بايدين الاثنين، ووقتها ولا كان في فار ولا كان في سوشيال ميديا، فالحكم طبعا ما شافش انها عدت خط الجون وحسب ضربه جزاء لغانا اللي بيخش اساموا جيان ويضيعها في السماء، وبعدها بشويه بيتلعب ضربات جزاء والاوروجواي فعلا بتصعد على حساب غانا عشان عمك سواريز شال الكره بايده. وبمناسبه الايادي فهات ايدك في ايدي يا حبيبي وتعالى نبدا حياه جديده، لان سنه 98 الجمهور داخل يتفرج على ماتش في كاس العالم، هوب لا فرح في الملعب.
والله العظيم زي ما بكلمك كده، لا عريس وعروسه وزفه اسكندراني وبسم الله الرحمن الرحيم وهنبدا الليله، وبتاع الدي جي مديهم واحده للهضبه وقال لك ده مسا مني للعريس والليله حبيبي الليله ليله عمرنا. ودي مش اول ليله عمر تتعمل في الملاعب، لان في 2018 وفي ماتش بين المكسيك والمانيا المكسيك كسبت 1-0، وبمناسبه الفوز ده مشجع مكسيكي طلع خاتم من جيبه واعترف لحبيبته بحبهم وعمل خطوبه على الضيق كده حضرها بتاع 80,000 متفرج. وبمناسبه اللي عايز الحلال بيخش البيت من بابه، فاخوك مترزي في 2006 في ماتش النهائي فتح زيدان في موضوع كده بس جاب فيه سيره اخته، عمك زيدان واللي ليه اصول عربيه عرقه الصعيدي نفر وقام لافف قال له بتقول يا ولد، وقام هبدوا دماغ اقسم بالله ما حد كلها في الدنيا. شفيقة نو وضيع على نفسه اخر ماتش في مسيرته اللي كان ممكن يفوز فيه بكاس العالم. وخليني اقول لك اللي طرد زيدان ده كان سبب رئيسي في ان فرنسا ما تاخدش البطوله دي. اما بقى بخصوص اغرب تنظيم فهو التنظيم اللي احنا بنشوفه في كاس العالم 2026. بس قبل ما نتكلم عليه خليني اقول لك ان تنظيم قطر ما جاش قبله ولا هيجي بعده ولا حتى ناس هتقرب منه، لانه كان تنظيم مختلف بكل الطرق وعلى كل المستويات، من الافتتاح للملاعب لفنادق اللعيبه حتى الماتش النهائي كان قصه لوحده. اما بقى بخصوص تنظيم السنه دي فاحنا شايفين مهازل يا معلم. كابتن ايمن حسين كابتن منتخب العراق اللي وقف في المطار 7 ساعات اجراءات وتحقيق بدون سبب عشان بس يخش مع بعثه المنتخب الرسميه يلعب المونديال، اللي مصور بعثه العراق برضو اللي رفضوا اصلا يدخلوه امريكا ورجعوه تاني على بلده، والحكم الدولي الصومالي عمر ارتان اللي رفضوا اصلا يدخلوه امريكا بالرغم انه دخلها اكتر من مره قبل كده. للاعيبه كتير بتتفتش اول ما تنزل من الطياره، وجماهير كتير رفضوا يدخلوها البلد رغم ان معاهم التاشيرات بتاعتها. لعواصف واعاصير وماتشات بتقف بالساعات علشان بس الجو اتقلب، ودي حاجات حصلت بس في اول جولتين، والله اعلم هيحصل ايه تاني قدام. وبمناسبه بقى كلامنا عن المونديال ده فالف شكر للعميد حسام حسن والرجاله اللي معاه على الصعود لدور ال 32 وانهم حققوا اول فوز تاريخي لمصر في كاس العالم. وزي اي حد من الشعب المصري نفسي اعرف ايه اللي دار في اوضه اللبس بين الشوطين. ولو وصلت معايا لحد هنا فما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وزق الدنيا مع اخوك. ونسيت اقول لكم انا علاء في برنامج انا علاء، اشوفكم الحلقه الجايه.